انت بالنسبه لكل الناس اللي حواليك انت المرجعيه. هو للاسف يا ما لبسنا ناس والله. لا هو دايما انا بتحط في الحته دي، والناس كمان بتبقى عندها اعتقاد انك انت عشان شغال الشغلانه دي، فانت لما هيسالك يقول لك مثلا ايه وكيل انا عايز عربيه عربيه كويسه. مم. في حد ممكن ما يحطلكش ايه متطلباته او البادجت بتاعه او ميزانيته ايه، يقول لك انا عايز عربيه كويسه. مم. فاللي هو انت بيبقى فاكر عربيه كويسه هات كذا، مم. وانا ببقى محتاج الاول اعرف انت هتدفع كام، عايز تدفع كام، ومشاويرك عامله ازاي. هل انت شغلك مثلا بعيد ولا قريب؟ هل انت عندك عيله فعايز مساحات ولا عايز حاجه صغيره؟ هل مشاويرك جوه البلد فعايز عربيه صغيره في الركنات وموفره يعني مم. بتقعد بقى تجمع منه المعلومات دي وتجيب له. بس مم. انا عايز اقول لك حاجه، انا مش اشطر واحد في الموضوع ده. مم. يعني مثلا في واحد صاحبي مثلا معانا في المجال مثلا اسمه احمد نوح، مم. ده عامل زي الشات جي بي تي، عامل زي سيري، مم. القاموس الناطق. اول ما تقول له حافظ عندك كذا سعرها كذا مش عارف ايه، دي ميزتها ان هي كذا انا مش زيه، مم. مش في الحته دي. بس أنا لازم عشان ارد على حد بيسالني على نصيحه لازم اخش اقول له مثلا اديني 5 دقايق اخش بس ايه اتاكد من اسعار مم. الحاجه. ساعتها بقى اقدر اقول له دي حلوه دي وحشه بتاع، بس اللي هو مش اول ما يسالني اقول له.